السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة حمص الشام بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يا رب تكون سهلة عليكم ان شاء الله تجربوها. عايزة اقول لكم بجد روعة، طعمها وريحتها تحفة والله. حلوة جدا للدايت، بجد جميلة جدا. يعني رجعينا كده في اي وقت ولا حاجة، لو عملتي شوية صغيرين كده حوالي نص كوباية مثلا حمص، وضفتي الباقي عليها سلطة بشوية مكونات بسيطة جدا، ممكن تاكليها كده من غير حاجة خالص. انا ضايفة عليها شوية توابل كده، مديها طعم حلو جدا بجد، مديها نكهة حلوة قوي. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. متشكره جدا لكل حبايبي اللي بيدعموني، متشكره لكم جدا بجد، وبرحب بيكم من جوه مصر وداخل مصر، من بره مصر وداخل مصر. متشكره لكم جدا بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في الخطوات ونشوف هنعمل ايه. ونشوف يا حبايبي المكونات اللي معايا ايه. انا عندي ده حمص الشام، جايباه سلقاه غسلاه كويس ونقعاه شويه، وبعد كده سلقته بالطريقه دي، بيبقى من يعني 3/4 سلقه كده، ميبقاش مستوي قوي عشان ميبقاش مهري. وعندي دي سلطه عاديه جدا زي اللي بنعملها كل يوم. هنا بقى عندي ملح وفلفل وكمون وتوم، فصين 2 توم بس، وملح وفلفل وكمون وشويه كيري. ودي نص ليمونه. هنحتاج على المعلقه ده، على الكلام ده كله، معلقه زيت واحده. لو انت حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه مفيش اي مشكله. لو انت حابه الاكل يكون صحي. زي ما اتفقنا قبل كده، احنا قلنا هنعمل سلسله رجيم مع بعض. الاكله دي حلوه جدا للرجيم، ما بتزودش الوزن، السعرات بتاعتها الحراريه قليله جدا. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله. ندخل بقى مع بعض في الخطوات، نشوف هنعملها ازاي. انا هجيب بس حاجه واسعه عندي كده، كده بالشكل ده، احطيها كده. كل الكلام ده هنحطه على بعضه كده بالطريقه دي كده. هضيف هنا معلقه واحده بس زيت، انا حاطه معلقه صغيره جدا على فكره. وهنا نص ليمونه، نشيل بس البذر لو وقع بذره او حاجه. وندمج كده كل المكونات دي على بعضها. لو انت مش حابه تحطي سلطه، حطي خضره بس، بقدونس او كزبره بس. بس الصراحه هي السلطه بتدي طعم حلو جدا ليها، وفي نفس الوقت بتشبع، يعني هتاخدي منها كميه كبيره بتشبعي. بس كده وخلصت السلطه بتاعتنا، ما فيش ثواني اصلا، ما فيش اي حاجه. عايزه اقول لكم والله طعمها جميل جدا جدا. انا لسه عامله طبق النهارده تاني اكلته، جميل جدا بجد، بتشبع جدا على فكره. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوها. ما تنسيش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات ان شاء الله. السلام عليكم.